مساء الخير. اغلب الناس يا المشاهد لما بيشوفوا الغربان او بيسمعوا صوتهم في حته بيجي في دماغهم الموت والتشاؤم والحاجات اللي بتخوف، وانت ممكن تكون واحد منهم. ودي حاجه متوارثه بين الاجيال من مئات السنين، وبيختلف اسباب عدم حب معظم الناس للغراب، زي مثلا لونه الاسود وصوته المزعج وتواجده في الاماكن المهجوره او اللي بيكون فيها جثث، ودي الاسباب الشائعه. ولكن في الحقيقه هذا الطائر مظلوم. الغراب ليه جانب تاني من قصته غير الجانب اللي بيخوف اللي احنا دايما بنشوفه، وعايزه اقولك انه في منتهى الروعه. تعالى ايها المشاهد نرجع لورا شويه. لا شويه كمان. ايوه حضن بقى. هي ليه اصلا الناس شايفه ان الغراب فال وحش؟ ومن امتى هم على كده؟ طول عمر الغربان مرتبطة بالتشاؤم والموت وخيبة الأمل والحاجات السلبية بشكل عام، لكن هل ده أصلا صحيح؟ طبعا الأساطير هترد وتقول صحيح. وعلى الرغم من كده فهو مفيش أي علاقة فعلية بين الغربان والسلبيات بشكل علمي، لكن طبعا أساطيرنا مش هتسكت. عندك مثلا في اليونان في خرافة بتقول إن لو ظهر غراب في حفل زفاف فده معناه إن الجواز هتنتهي بالطلاق، مفيش وشك على طول. في أسطورة تانية بتقولك إن الحظ الوحش بيعتمد على عدد الغربان اللي أنت شايفهم، يعني مثلا لو شفت غراب واحد يبقى ده فال وحش، لو 2 يبقى فال كويس، لو شفت 3 يبقى ده معناه ان في حاجه وحشه هتحصل زي مثلا الموت، لو شفت 4 بقى تبقى دي نهايه العالم. ولكن لو اتكلمنا بقى بالمنطق هنلاقي ان نعيق الغراب مثلا، ايوه هو صوت الغراب اسمه نعيق، تقدر تتاكد في المعاجم العربيه. المهم ان صوته ده ممكن يبقى علامه مفيده للانسان، لانه ممكن يكون تحذير على وجود تهديد خطير في المكان، وتقدر الدعوه التحذيريه دي انها تساعد الناس على تجنب المخاطر والمواقف الغير مرغوب فيها. بتوصف الغربان في الاساطير بانها رسل بين الاموات والاحياء. زمان ايام الحروب لما كانت الغربان تتجمع على جثث الجنود اللي ماتوا كانت الناس تفتكرها ارواحهم. ترتبط برضو الغربان بالجنازات والكآبة بسبب ريشهم الاسود اللي شبه لبس الجنازات، وده غير انهم بياكلوا الجثث اللي بدأت تتحلل. بس في الواقع برضو مفيش اي علاقة منطقية بين الغراب والموت. الغربان اصلا طيور اجتماعية ملهاش علاقة بالغموض والسلبيات، ده غير ان الغراب هو المعلم الاول للانسان، هو اللي علم الانسان كيفية الدفن، لان ده من عادة الغربان. هو مش بس بيدفن غراب تاني ميت، لكن كمان بيدفن الاشياء اللي بيستخدمها، وده مش بغرض الدفن، ده بغرض انه يخبي حاجته. من عادة الغربان برضو إقامة الجنائز، يعني لما بيموت غراب باقي الغربان بتقف عليه وتحيط بيه في شيء أشبه بالجنازة أو الحداد. ومش بس كده، لأ دول بيجتمعوا كمان لمعرفة سبب الوفاة. لو كان الغراب ده اتقتل بتتجمع الغربان وتفضل تطارد اللي قتله لحد ما تخلص عليه، يعني كمان عندهم طار. اهو نفس الغراب بقى اللي جاب حق الغراب اللي اتقتل ممكن هو يقتل غراب تاني لو مثلا عرف ان هو عنده مرض، فساعتها ممكن يقتله حفاظا على ان المرض ده ما ينتشرش بين باقي الغربان. طيب ازاي برضو الغراب علم الانسان الدفن؟ ده حصل في اول حادثة قتل في تاريخ البشرية، لما قابيل قتل اخوه هابيل، فارسل الله غرابين بيتخانقوا، واحد فيهم قتل التاني، ولما قتلوا حفر حفرة ودفنوا فيها، ومن هنا اتعلم الانسان الدفن. بتنتمي الغربان لفصيلة الغرابيات او الكورفيدز، وهي بتعتبر حيوانات مؤذية ومرحة وفي غاية الذكاء، ودايما بتلاقيهم بيستخدموا ادوات عشان يعرفوا يدوروا على الاكل ويحلوا المشاكل المعقدة اللي بتواجههم. حتى انهم عشان يكسروا المكسرات بيرموها على العربيات اللي بتمشي، وبعد ما اشارة المرور تسمح بالعبور بينزلوا ياخدوها في سلام عادي جدا. ده غير انهم بيتعرفوا على الوشوش كويس جدا، وممكن يكنوا كره وغضب تجاه الناس اللي اذتهم او اتعاملت معاهم بطريقة سيئة لسنوات كمان. تفتكر كده وبس؟ لا، دول كمان يقدروا يقلدوا الاصوات اللي بيسمعوها. والعلماء اكتشفوا ان مهاراتهم في حل المشاكل تنافس مهارات طفل بشري عنده 7 سنين. ازاي يا المشاهد الغربان بهذا الذكاء؟ وازاي اصلا نقدر ان احنا وازاي اصلا ممكن اننا نقيس ذكائهم؟ بتعرف عيلة الكورفيدز برضو باسم عيلة الكروز او الغربان، وبتشمل طيور الزريق او البلو بيردز والغربان اللي في منهم نوعين اللي هم الريفنز والكروز، والعقعق اللي هو الماكباي. وبيختلف مستوى الذكاء بين انواعهم،
والعلماء لقوا ان غراب كاليدونيا الجديدة هو الاكثر ذكاء. وكاليدونيا الجديدة دي هي تجمع خاص تابع لفرنسا في جنوب غرب المحيط الهادي. اتعملت تجارب كتير على الغربان اللي بينت مدى ذكائهم. في اسطورة اغريقية قديمة بتقول ان كان في غراب عطشان لقى ابريق في حبة مية في قاعه وهو ما كانش قادر يوصل لها، فبدأ يرمي الاحجار في الابريق لحد ما ارتفع منسوب المية المنقار وبدأ يشرب. واستنادا بقى للقصة دي العلماء عملوا بعض التجارب في 2014، منها ان الباحثين حطوا انبوبتين، واحدة مملوءة جزئيا بالمية والتانية مملوءة جزئيا بالرملة، ولقوا ان 76% من الغربان اختاروا يرموا الاحجار في انبوبة المية. وبعد كده تنوعت التجارب ما بين اسقاط المطاط في الميه وهي تعتبر ماده بتغوص في الميه، او البوليستر وهي ماده بتطفو على الميه، ومواد مجوفه او صلبه. وكانت نتيجه التجارب دي كلها ان 90% من الغربان اختارت المواد اللي بتغوص في الميه، وده نقلا عن وكاله رويترز. ولما برضه اتعملت نفس التجربه بس بانبوبتين، واحده فيها ميه اكتر والتانيه اقل، فقرر الغراب انه يوصل للمكافاه اللي في الانبوبه اللي منسوب الميه فيها عالي علشان ياخدها بشكل اسرع. والتجارب دي قدرت ان هي تظهر لنا قدرات الغربان في حل المشاكل وفي استخدام الادوات، وبيعتبر مستوى مهارتهم مقارب لمستوى طفل ما بين ال5 وال7 سنين. ولكن برضو اتعملت تجربة تانية أصعب، بس المرة دي ما كانش أدائهم حلو قوي. كان المطلوب من الغربان في المهمة دي إن هم يفرقوا بين الأنبوبة الضيقة والواسعة. في تجربة كمان وصلوا فيها الباحثين الأنبوبة اللي فيها مكافأة بأنبوبة تانية على شكل حرف يو بس متدارة. ده غير إن غربان كاليدونيا الجديدة كمان يقدروا إن هم يصنعوا أدوات مكونة من أجزاء. بناء الادوات اصلا حاجه نادره انك تلاقيها في الحيوانات، فواضح كده اننا غلطنا في حق الغربان. طلعوا يعرفوا كويس جدا يرسموا خطط للمستقبل. القدره على اتخاذ القرارات اللي بترجع بعد كده بالنفع مش حاجه منتشره اساسا في الحيوانات، والتخطيط ده مهاره متطوره جدا. حتى الاطفال من البشر مش كلهم يقدروا يعملوا كده، ولا برضو كل البالغين الحقيقه، لان ده بيتطلب ذاكره للماضي وبصيره للمستقبل. فتخيل الغربان فعلا عندها القدره دي. تخيل كده. في دراسة اتنشرت سنة 2020 عن تجربة اتعملت على غربان كاليدونيا الجديدة، وهي انهم جابوا صندوق من 3 صناديق الغاز، كل صندوق منهم بيتفتح بأداة محددة، وبعد كده خرجوا الغربان من منطقة الاختبار لمدة 5 دقايق قبل ما يعرضوا عليهم 5 أدوات مختلفة، ومنهم أداتين لتشتيت الانتباه. المهم ان الغراب المفروض بيختار أداة منهم وبيستنى 10 دقايق قبل ما يرجع تاني لمنطقة الاختبار. واكتشفوا الباحثين ان الغربان فعلا اختارت الأداة الصح، وكمان افتكرت ان هي تاخدها معاها لمنطقه الاختبار. وده بيفكرك بنقطه مهمه جدا انا لسه قايلها من شويه، اللي هي القدره على التخطيط للمستقبل. اتعملت تجربه برضو كانت مشابهه ليها شويه، ولكن المره دي كان في بين الادوات اللي هتختارها الغربان تفاحه، وبقيه الادوات كلها كانت للتشتيت، واداه واحده بس هي اللي كانت صح. طبعا اللي هيجي في بالك ان الغراب بقى اختار التفاحه، في الحقيقه ان الغراب اختار الاداه الصحيحه، ساب التفاحه واختار الاداه الصحيحه. ده لان في معلومه لازم تعرفها، وهو ان الغراب بيحب ياخر الاكل بتاعه لبعد انجاز المهمه، هو عارف ان هو هياخد مكافاه احسن من التفاحه. وطبعا من المؤكد ان المهارات العقليه دي هي اللي بتميز الغربان عن باقي الطيور. طب ليه اصلا طائر زي ده يبقى عنده الذكاء ده كله؟ على الرغم من ان الغربان ليها ذكاء مماثل لرئيسيات كتير، الا ان ادمغه الطيور وادمغه الحيوانات التانية ملهمش علاقه ببعض. ده هنا تركيبه وده هنا تركيبه تانية. اتقسمت الطيور والثدييات من 320 مليون سنه، ومن الوقت ده وهم ادمغتهم متميزه تماما عن بعضها. وده خلى العلماء يسالوا نفسهم عن سبب الذكاء المتطور للغراب. في الفقريات بيكون في ماده رماديه وبيضه بتغطي الدماغ اسمها الباليوم. قبل الانقسام التطوري طورت الطيور والثدييات باليوم كبير، لكن بعد انقسام السلالات بتاعتهم اتطور الباليوم بتاع الثدييات وبقى معروف النهارده باسم القشرة الدماغية. وده يعتبر اكتر حاجة معقدة في مخ الثدييات. كل طبقة منها فيها الياف عصبية بتشتغل افقيا وعموديا وبتعالج المعلومات وبتنقلها. وهنا بتحصل وظائف كتير مهمة، منها مثلا التعلم والذاكرة. هتقولي ايه الغريب في كده؟ هقولك ان اصلا الطيور ما عندهاش قشرة دماغية، ولكن في دراسة اتنشرت في 2020 لقت ان الالياف اللي موجودة في الباليوم بتاع الحمامة او الطيور عموما منظمة بشكل مشابه جدا للقشرة الدماغية الحديثة للثدييات. يعني هي برضو بتشتغل بشكل افقي وعمودي، وبيعتقد ان ده بيفسر ذكاء الطيور. في سبب كمان برضو ورا الاعتقاد في البداية ان الطيور ما تقدرش على المستوى ده من الذكاء،
هو ان حجم دماغهم صغير قوي، بس ان جنرال حجم دماغ الحيوان اصلا مش هو المهم، ده نسبة الدماغ للجسم. الغربان في الواقع حجم دماغها كبير مقارنة بجسمها. بالنسبة للثدييات الادمغة اللي حجمها كبير هي البشر والحيتان، وفي الطيور الغرابيات الكورفت والبغبغان الافريقي الرمادي، لازم يبقى رمادي. ولكن برضو مع تقدم فهم العلماء للدماغ اكتشفوا ان مش حجم الدماغ هو المهم ولا حتى نسبة الدماغ للجسم. يعني انا تعبت نفسي على الفاضي، لكن المهم هو الكثافة بتاعة الخلايا العصبية. واتضح ان بعض انواع الطيور عندها خلايا عصبية كثيفة جدا. في دراسة اتعملت في 2016 قاس الباحثين عدد الخلايا العصبية في انواع مختلفة من الطيور والثدييات، لقوا ان بعض الطيور زي الغربان عندها ضعف عدد الخلايا العصبية اللي موجودة عند الرئيسيات اللي حجم دماغها شبه حجم دماغ الغراب، واللي قريبين في العدد من اللي حجمهم كبير شوية. وبعد ما بتقول لنا هذه النتائج قد ايه الغربان ذكية، بيفضل برضو السؤال الأعظم: ليه الغربان ذكية؟ الغالبية العظمى في أنواع الطيور معروفة بقلة عدد خلاياها العصبية وضعف قدراتها العقلية، فاشمعنى بقى الغربان كده؟ بعض النظريات بتقول ان الموضوع بيتعلق بالطريقة اللي الغربان بتتربى بيها. ايوه الغربان بتتربى على عكس انواع الطيور التانية، الغربان بتقضي وقت اطول مع اهاليها. على سبيل المثال الغربان بتوع كاليدونيا الجديدة اهلهم بيفضلوا يغذوهم لمدة توصل لحد سنتين، دي تعتبر مدة طويلة جدا بالنسبة للطيور والحيوانات عموما اصلا. وخلال هذه المدة هم بيتعلموا من اهلهم كيفية استخدام ادوات صنعها، فطبعا المدة دي كلها بتنقل بقى المهارات دايركت من الاهل الى الاولاد على طول. كمان المجموعات العائلية لانواع كتير من الغربان بتكون متقاربة قوي، حتى الغربان الصغيرة هتلاقيها بتدافع عن الغربان اللي لسه مولودة، يعني متمسكين ببعض قوي ما شاء الله. ولكن برضو ده ما يمنعش ان في انواع كتير منهم من الغربان الكبيرة مش بيعيشوا نفس الحياة الاجتماعية دي، هتلاقيهم مش بيتفاعلوا قوي مع الغربان اللي زيهم. قبل فترة التزاوج عند الغربان اللي هي تعتبر فترة المراهقة، هتعرف دلوقتي عندهم ليه اسمها فترة مراهقة، بتعمل مجموعة بقى من الغربان المراهقة دي زي فريق كده، عامل زي العصابة بالظبط. وعايزة اقولك ان هم فعلا بيتصرفوا زي المراهقين، هتلاقيهم بيتمشوا مع بعض في الشارع، يضربوا بعض، يضايقوا بعض. في الواقع الغربان بتحتاج ان هي تعمل علاقات اجتماعية مع انواع تانية من الحيوانات، ودي حاجة اسمها السوشيال انتليجنس او الذكاء الاجتماعي. عايز اقولك ان هم ساعات بيلعبوا مع الكلاب الصغيرة، ممكن يقعدوا يضايقوا ذئب مثلا، يقعدوا يشدوا في ديله، ده عشان يضايقوه مش اكتر. اصلا في علاقة قوية بين الذئاب والغربان، هتلاقيهم بيلعبوا مع بعض على طول. تعاون الانسان مع الحيوانات وبناء العلاقات معهم هو حاجة في غاية الأهمية، لأن ده بيساعدنا على فهم المخ وتطور الذكاء وأسرار ومفاهيم حياة الكائنات التانية. ده برضو ممكن يخلينا نقدر إن احنا نسخر ذكائهم لمساعدتنا، زي مثلا الحصانة والجمال اللي كانت وسيلة نقل أساسية في العصور القديمة. عندك مثلا القطط، مش انت لما بتربي قطة في البيت بتكون سعيد؟ حتى على الرغم من مسؤوليتها الفظيعة ساعات بتحس ان هي اللي مسخرك عندها مش العكس، ولكن في الواقع علميا هي بتساعد على تقليل الإصابة بالاكتئاب. الكلاب مثلا، تربية الكلاب خصوصا الكلاب الشرسة بيعتبر حماية ليك من مخاطر كتير. وحتى القرود بتتدرب في المدارس بتاعت المنظمات الخاصة على المساعدة في مهام البيت. حتى الغربان، عندك مثلا في تجربة اتعملت بان مجموعة من الناس بيدربوا الغربان على جمع المخلفات اللي موجودة في بعض الجناين زي الورق والسجاير، حاجات الناس اللي بترميها في الارض كنوع من انواع المساعدة. في الاول وفي الاخر هم كائنات زينا، ليهم روح ومشاعر وفهم وادراك مهما كان مستوى ذكائهم بسيط. التعامل معاهم بالشكل والاسلوب الصحيح بعيدا عن احتياجاتنا الخاصة منهم هو شيء مهم ومفيد جدا لينا قبل ما يكون لينا، وده بيخلينا نفهم سيكولوجية العالم اللي احنا عايشين فيه. وهنا قد وصلنا الى نهاية الحلقة، وفي النهاية احب اقول الى اللقاء في الحلقة القادمة.